تخيل انك رايح مشوار مصلحه حكوميه عشان تطلع لمدام عفاف الدور الثاني عشان تخلص بس امضه ورقه، فتتفاجئ ان في طابورين. طبعا انت بقى هتعمل شويه عمليات منتال كده بدماغك وتختار الطابور الاقل عشان تمشي اسرع، ولكن بعد ما تقف في الطابور القصير شويه بتكتشف ان الطابور الطويل هو اللي بيمشي اسرع، فتقرر تسيب الطابور القصير وتروح للطابور الطويل. هوب يحصل بلوت تويست، تلاقي الطابور القصير هو اللي بقى بيمشي اسرع. لا دي مؤامره بقى. اللي حصل ده مش مؤامره ولا حاجه، اللي حصل اسمه قانون مورفي للحظ السيء، واللي باختصار بيقول if anything can go wrong it will go wrong، او زي ما دكتور رفعت اسماعيل كان بيقول في ما وراء الطبيعه: ما تاخذنيش يا دكتور رفعت، انا مش عارف ايه اللي حصل. قانون ميرفي رقم 1، اي خطأ في احتمال انه يحصل يبقى هيحصل. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في دكتور بوتر مع هاني شاكر. سنة 1949 يجي مهندس أمريكي اسمه إدوارد مورفي. مورفي كان شغال في القوات الجوية الأمريكية، وفي أحد التجارب كانوا بيشوفوا تأثير التباطؤ المفاجئ عند السرعات العالية زي سرعة الطيارات مثلا، فكانوا عاملين جهاز محاكي يقدر يوصل بالإنسان لسرعات عالية وبعدين يقف مرة واحدة، وهنا يشوفوا تأثير الوقوف المفاجئ ده على جسم الإنسان. المهم يجوا يشوفوا أجهزة القياس اللي شغالين بها، يلاقوا على طول النتيجة بتطلع صفر. وبعدين بقى في المشكله دي، طب راستر الجهاز يا ابني، يمكن الجهاز مهنج ولا حاجه. يروحوا يشيلوا الكابلات ويحطوها تاني وبرضه القياسات فاضله صفر زي ما هي. مورفي بقى خد بعضه وراح عشان يشوف المشكله دي. اكتشف ان الفنيين اصلا موصلين الكابلات كلها غلط. هنا مورفي بقى من الصدمه قال جملته المشهوره: if there is a wrong way to do something somebody will do it، اللي هو لو في طريقه ممكن يتعمل بقى حاجه غلط هيجي شخص يعملها. الجمله دي بقى فضلت تسمع بقى لغايه ما اتشهرت، ومورفي نفسه اتشهر بسببها، واللي خلت مورفي بعدها يحط قانون مورفي الاول، اللي هو لو في احتمال ان حاجه غلط هتحصل. وبعدها بقى حط شويه قوانين تانية، وبعدين بدات الناس بقى تكتب كتب باسمه وتعمل مقالات عنه. في هنا سؤال منطقي جدا: طالما شيء غلط في احتمال انه ممكن يحصل، برضه في احتمال انه ممكن ما يحصلش. يعني زي ما في احتمال ان القانون يشتغل، في برضه احتمال ان القانون ما يشتغلش. يعني مثلا انت ممكن تصحى من النوم تعبان عندك دور برد مثلا، هنا يبقى قانون مورفي اشتغل. وممكن تصحى سليم ما عندكش حاجه، يبقى القانون ما اشتغلش. او ممكن وانت قاعد تتفرج عليا دلوقتي النت يقطع فيفوتك العظمه اللي في باقي الحلقه، ويبقى هنا قانون مورفي اشتغل. وممكن النت ما يقطعش وتشوف العظمه ويبقى قانون مورفي ما اشتغلش. اصلا لما تيجي تفكر فيها هتلاقي ان عدد المرات اللي القانون بيشتغل فيها مرات قليله، في حين ان عدد المرات اللي ما بيشتغلش فيها ممكن عدد لا نهائي. ليه بقى عاملين الضجه دي كلها بقى وقوانين مورفي؟ سنه 1996 جه عالم اسمه روبرت ماثيوز وضح ليه احنا بنتاثر بقوانين مورفي، وكمان وضح الحقائق العلميه ورا القوانين نفسها. وعشان الاكتشاف اللي عمله ده خد جايزه نوبل للاغبياء وقتها. ده جايزه، في جايزه اسمها كده والله، هنبقى نعمل حلقه عنها قدام. يعني مثلا السبب الاول ان احنا بنتاثر بقوانين مورفي، احنا كبشر بنتاثر بالاحداث السلبيه اكتر بكتير من الاحداث العاديه. يعني مثلا لو انت يومك فيه 1000 حاجه حلوه وحاجه واحده بس هي اللي مش حلوه، لا هتفضل معكنين عليك طول اليوم، ما مش عارف هتبسط، لان الحاجات دي بتبقى خارج الخطه اللي احنا عاملينها، احنا مش عاملين حسابنا ان الحاجات دي تحصل. وكما قال زميلي الاستاذ هيث ليدجر في دوره الجوكر، واحد يقول لزميلك ازاي يا دكتور بوتر؟ يا جماعه الراجل زميلي في المجال، هاني شاكر بقى، ما تصغروناش. المهم ان الجوكر قال جمله عظيمه جدا: Nobody panics when things go according to a plan. Even the plan is horrifying. يعني الناس ما بتخافش طول ما الامور ماشيه على خطه ما تخرش الميه. خلاص الامور ماشيه زي ما احنا عايزين. طب الخطه طلعت زي الزفت وخرت الميه، يا عم دي شكليات، المهم ان في خطه. يعني مثلا لو انت دلوقتي انت مش محتاج الكهرباء في البيت والكهرباء قطعت، هتلاقيك قاعد متضايق. يا عم طب انت مش محتاج الكهرباء دلوقتي، ايوه بس انا ما كنتش عامل حساب انها هتقطع. تاني سبب، في عوامل فيزيائيه هي اللي بتخلي قانون مورفي يحصل. واحد من قوانين مورفي بيقول ان انت لو عندك قطعه عيش توست وداهن السطح بتاعها زبده مثلا او مربى، فالقانون بيقول انها على طول بتقع على السطح اللي مدهون زبده. ليه دايما ما بتقعش على الجنب الفاضي مثلا؟ عمك روبر بقى قال لك لا، هي ممكن تقع على الجنب اللي مش مدهون بس في حاله لو انت وفرت لها الشروط اللي تخليها تغير اتجاهها وتعمل شقلباز وهي في الجو قبل ما تنزل. طب يا عم روبر الظروف دي تبقى ايه بالظبط؟ قال لك انها تقع من على ترابيزه ارتفاعها 2.5 متر. هتجيب له منين ترابيزه 2 متر ونص؟ ده الدولاب نفسه ما بيبقاش 2 متر ونص. فزي ما في السبب الاول نفسيتنا كانت بتخدم على قوانين مورفي، دلوقتي برضو الفيزياء بتخدم على قوانين مورفي. واحد برضو من الاسباب هو الاحتمالات، واذا ذكرت الاحتمالات فانت طبعا عارف ان الاحتمالات كلها ضدك. فلنتخيل دلوقتي انك راكب العربيه على الدائري والطريق واقف، الطريق 7 حارات، فالمنطق بيقول ان في حاره من ال7
هي هتكون اسرع واحده والست الباقيين هيكونوا ابطأ منها. احتمال بقى ان الحاره اللي انت فيها هي تكون الحاره الاسرع 1/7، يعني تقريبا 15%، ولكن في احتمال تاني 85% ان انت مش هتكون في الحاره الاسرع. فهنا الاحتمالات نفسها ضدك اصلا. وبعدين في حاجات تانية احتمال ان يطلع الحاجه اللي انت عايزها اقل بكتير اصلا من كده، ممكن تبقى اقل من 1% كمان. برضو سبب تاني ان احنا بنحس ان الطابور اللي جنبنا اسرع، لان احنا بنلاحظ العربيات اللي ماشيه جنبنا وهي بتسبقنا، انما ما بناخدش بالنا لما احنا بنسبق العربيات اللي جنبنا. ففي اغلب الاحوال الاحتمالات نفسها اصلا بتكون ضدك، وكل ما الاحتمالات تكتر فرصه ان يحصل الحاجه اللي انت عايزها تحديدا بتقل. وبعدين بصراحه بقى انت اللي نحس، مش هنكدب على بعض، قوانين مورفي جزء كبير جدا منها احنا بنصدقها زي ما بنصدق اي وهم او اي خرافه تانية، والموضوع ده وضحناه بالتفصيل في واحده من افضل حلقات البرنامج، الايمان بالوهم وليه بنصدق الخرافات، هتلاقوا اللينك بتاعها في اخر الفيديو. في بقى ناس من المتشددين لقوانين مورفي بتقول لك ان قوانين مورفي بتحصل في كل الاحوال، حتى في الحالات اللي هي ما بتحصلش فيها، وبصراحه عندهم منطق فيها برضه. يعني بص، هو بيقول لك ايه، هو مش قانون مورفي بيقول ان اي شيء غلط في احتمال انه يحصل هيحصل؟ طب ما قانون مورفي ذات نفسه شيء وفي احتمال انه يحصل غلط، فبالتالي ما يتطبقش. هندخل بقى في مفارقه ولوب سايكل، ويا رب لو دي علامه ادينا علامه ان دي العلامه اللي انا طالب عشانها علامه. ولكن برضو عشان نكون منصفين وننقل الصوره كامله، ما ينفعش نقول ان قوانين مورفي ملهاش اهميه، بالعكس في قوانين منها لها اهميه كبيره جدا. يعني مثلا في الموقف اللي حكيناه مع مورفي لما لقى الكابلات متوصله غلط وقال ان طالما في طريقه ان حاجه تحصل غلط هيجي شخص يعملها، المقوله دي خلت شركات الصناعه تاخد احتياطاتها اكتر وتهتم بالتفاصيل الصغيره اكتر عشان يقللوا المشاكل على قد ما يقدروا، خصوصا لما مورفي دعم القانون ده بقانون تاني قال فيه ان لا يمكن تحصين شيء ضد الاغبياء، فالاغبياء عباقره في غبائهم. بصراحه انا اتفق معاه في الموضوع ده قلبا وقالبا. برضه في شويه كده من قوانين مورفي بتنفعك انت وبتفيدك شخصيا في رؤيتك للامور. يعني مثلا القانون السابع بيقول ان لو الامور اتثابت زي ما هي فهي بتنتقل من سيء الى اسوأ، ما بتفضلش زي ما هي. انت لو عيان وما رحتش كشفت وما خدتش الدواء كده انت هتتعب اكتر. او مثلا القانون رقم 13 اللي بيقول لك ان كل حل للمشكله بيخلق مشكله جديده، وده يخليك تركز على الاثار الجانبيه لحلول انت بتحل بها مشاكل تانية. او مثلا القانون العاشر اللي بيقول لك ماذر نيتشر از بيتش، اللي هو بيقول لك تبا للطبيعه الام. هي تبا. تقريبا مورفي ما كانش بيحب السامبايتس. الخلاصه ان قوانين مورفي في قوانين منها فعلا هتنفعك، ولكن الجزء الاكبر منها مبني على الاحتمالات مش اكتر. بس لو عايز تبان بقى روش بين اصحابك كده وانتوا قاعدين على القهوه وكوبايه الشاي وقعت فصاحبك لسه يقول لك والله يا اسطى ما خدت بالي، تروح قايل له قانون مورفي. وفي النهايه ما تنساش اللايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تعمل اشتراك في القناه وترن الجرس، ولو حابب تبقى واحد من شركاء دكتور بوتر فلينك صفحتنا على باتريون هتلاقيها تحت في الديسكربشن. قولوا لنا بقى في الكومنتات ايه اكتر موقف محرج حسيته فيه فعلا بقوانين مورفي للحظ السيء. بس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.